تخيل لو قلت لك قبل 50 سنة ترى بي زمن تشتري فيه ماي بفلوسك وبأضعاف سعره، كان ضحكت علي صدق. وقت الماي ببلاش بكل مكان. بس تدرون ان بطل الماي البلاستيك هو واحد من اعظم انجازات التسويق؟ شركات الماي نجحت في انها خلتنا نخاف يا الخواف من ماي الفلتر اللي موجود بالبيت. السالفة بدت بالسبعينات لما كنت تسوي جاكسون، لما اخترعوا البلاستيك BET الخفيف والقوي، وشركات بدت تلعب على وتر الصحة والنقاء، ويحطون لك صورة جبل وثلج على البطل. مع بعض الدراسات تقول تقريبا 40% من الماي اللي بالبطل بالعالم هو اصلا ماي حنفية، يعني فلتر. سمعت؟ بس تم معالجته وتعبئته، يعني نفس اللي ببيتكم بس قرشة كشخة. تدرون انك لما تشتري بطل الماي انت مو قاعد تدفع قيمة الماي نفسه. شلون؟ الماي يمثل اقل من 10% من تكلفته، انت قاعد تدفع قيمة البلاستيك والشحن والاعلانات وزيادة عليها. من صحتك اذا حطيت البطل بالشمس بالسيارة، البلاستيك يبدي يفرز جزيئات خطيرة اسمها مايكرو بلاستيك، باكر يطلع بطنك بلاستيك. انا بسألكم، هل انتم من الناس اللي يفرقون بين طعم الماي بين شركة والثانية؟ قول الصدق.